بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم مع حضراتكم عن قضية عرضت بمكتبنا والحمد لله كسبناها. القضية دي كان موضوعها قرار إزالة. كان مستأجر قديم أكثر من 60 سنة، جه لصاحب العقار اللي هو المالك الأصلي قرار إزالة للمستأجر ده، والحمد لله ربنا وفقنا ووفق مكتبنا إن إحنا قدرنا نعمل أو نأيد إلغاء قرار الإزالة. الحمد لله. مفيش قضية بتيجي المكتب عندنا إلا الحمد لله ما بنكسبها بكل ثقة أو تاخد براءة، فالحمد لله ربنا وفقنا ولغينا قرار الإزالة. حضرتك لما بيطلع قرار إزالة، إيه الخطوات اللي حضرتك بتعملها لو أنت مثلا مستأجر؟ أول حاجة بتعملها بتعمل تظلم، بتوديه للجهة المختصة، بيبقى مصحوب أو مسجل بعلم الوصول. بعد كده بيطلع من الجهة لجنة، اللجنة ديت بيبقى فيها 2 مهندسين، منهم مهندس خبرته تتعدى 15 سنة، بيطلع مع اللجنة وينظر للعقار ويشوف العقار على الطبيعة. بعد ما حضرتك بتقدم التظلم للجهة المختصة، بعدها بتطلع اللجنة دي تشوف العقار وتكتب تقرير. بعد ما بتكتب التقرير، بعدها في خلال 30 يوم بيطلع تقرير اللجنة اللي هي لجنة التظلمات. بتنتظروا حضرتك، بتشوف ان القرار ده تم إلغاء قرار الإزالة ولا تم تأييد الإزالة. وطبعا لو تم إلغاء قرار الإزالة بيبقى كاتبين ترميم العقار أو هدم بعض أجزاء العقار كسور الجزء العلوي. لو تم إلغاء قرار الإزالة بيبقى في بعض التعديلات بيبقى مكتوبة في التقرير، بيتكتب فيها بعض الأجزاء اللي ممكن يتم هدمها، بعض الأشياء اللي يتم ترميمها. دي التقرير بيبقى مكتوب فيه كده. فالحمد لله القضية دي كانت معروضة على المكتب عندنا، والحمد لله تم إلغاء قرار الإزالة. أقول لحضرتك نص المادة 98 في شأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006. قالت إيه؟ قالت بتتولى جهة الإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر زي ما قلت لحضرتك في كل وحدة محلية، بتشكل من مهندسين بيبقى أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية مختصة. طبعا بتطلع بتعاين وتفحص العقار وتقرر ما يلزم. التقرير دوت بيبقى فيه محافظة على أرواح الملاك أو المستأجرين والأموال، سواء بالصيانة، بيطلع بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعل هذا العقار صالح. في حالة هدم أو في حالة التقرير لما بيطلع في حالة الهدم الجزئي أو الكلي، هذا القرار بيعتمد من محافظ المختص أو من ينوب عن هذا المحافظ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقرير اللجنة. هنا بتحدد اللجنة أو تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين، اختيار المكاتب الهندسية، اختيار الجهات الهندسية المتخصصة، كيفية تشكيل اللجنة. ده كله بيتم عبر أو بيتحدده اللائحة التنفيذية. ده المادة 90 من القانون رقم 144 لسنة 2006. المادة 91 قالت إيه بقى؟ المادة 91 كانت مختصة أو بتقول إن القرارات ديت بتعلن إلى ذوي الشأن اللي هم المستأجرين للعقار أو المالكين أو كل من يشغل هذا العقار.
طيب بتعلن القرار ده وبتعاد صورة من هذا القرار بيتم إعلانها، أو بتعاد صورة منها من الجهة المختصة أو من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. ولو تعذر الإعلان هنا، لو تعذر الإعلان بيتم الإعلان بإيداع نسخة يتم إيداعها في الوحدة المحلية. يبقى هنا بيتم من الجهة المختصة إيداع هذا الإعلان إلى الوحدة المحلية، تعلن به الوحدة المحلية، عشان بعد كده الوحدة المحلية تقوم بإختار الشخص المالك بما صدر من تقرير. بعد كده المالك بيبقى فيه في تقرير تقرير لجنة التظلمات، بيبقى فيه مثلا مكتوب فيه ترميم بعض الأجزاء، إزالة بعض الأجزاء. بيقوم هنا صاحب العقار بعد ما بتختاره الوحدة المحلية بإن هو تحت يجيب إشراف هندسي متخصص أو مهندس متخصص ويكون استشاري كبير، بيقوم بترميم بعض أجزاء العقار، أو بينفذ اللي مكتوب بالظبط في التقرير، سواء إزالة سطح، سواء إزالة سور، سواء إزالة بعض الأجزاء أو ترميمها، أو إعادة بناء بعض الأجزاء بيتم. طيب في الفترة ديت اللي بيتم فيها طبعا يتم فيها تجهيز ترميم العقار، في الفترة ديت المستأجرين بيتم إخلاء العقار مدة معينة لعند ما المالك يخلص بعض الاشغال او بعض الشغل اللي هيقوم به المهندس. يعني بعد مده المهندس هياخد 15 يوم شغل في هذا العقار، هنا بيعمل اخلاء للمستاجرين، بيخرجوا ال 15 يوم دول لعند ما العقار يكون في وضعه، او زي ما التقرير قال المهندس قام بالتقرير بالشغل اللي موجود في التقرير، بيرجع بعض كده المستاجرين تاني الى العقار. وطبعا بيرجع بدون إذن من مالك العقار، بيرجع العقار بتاعه عادي، المستأجر القديم بيرجع العقار عادي بدون إذن المالك، يعني من غير ما يستأذن المالك بيرجع العقار عادي، وبتتم إقامته فيه زي ما كان مقيم فيه قبل ذلك. طيب المادة 92 قالت برضو إيه؟ قالت يجوز لذو الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها. في الأول خالص لما يطلع لحضرتك قرار إزالة وأنت مستأجر قديم، المادة 92 بتقول كده، لما حضرتك تكون مستأجر قديم أكثر من 50-60 سنة ويطلع لك قرار بالإزالة، بتعمل إيه؟ بتتظلم في خلال 15 يوم من تاريخ اختار حضرتك بقرار الإزالة. يعني لما بيجي لحضرتك اختار بقرار إزالة، بتقوم انت بالتظلم في خلال 15 يوم من تاريخ اختار حضرتك بالإزالة، بتتظلم. وزي ما انا قلت الخطوات بيبقى بتعمل تظلم مصحوب بعلم او مسجل بعلم الوصول، وبعد كده اللجنة بتيجي وزي ما انا قلت لحضرتك. طيب المادة 93 قالت ايه برضه؟ قالت ان هو مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ القرار للجنة النهائية. يعني إيه؟ يعني دلوقتي الملاك أو المستأجرين طلع تقرير من اللجنة بيقول إن هذا العقار مكتوب فيه إلغاء قرار الإزالة وترميم بعض الأجزاء وإزالة مثلا السور العلوي للعقار. طيب هنا الصاحب أو مالك العقار ذات نفسه لو ما نفذش إيه اللي بيتم؟ هنا ممكن المستأجر يلجأ إلى القضاء المستعجل وياخد إذن من القضاء المستعجل بأن هو يقوم بترميم هذه الأشياء على حسابه الشخصي، وبعد كده بيتم خصم ما دفعه أو ما قام بدفعه من ترميم من الإيجار اللي هو بيدفعه الإيجار القديم، يعني بيخصم القيمة دي. في برضو نقطة تانية، ممكن لو صاحب العقار اللي هو المالك ذات نفسه لو
ما قامش بترميم العقار وتكاسل وتقاعس، هنا الوحدة المحلية أو الجهة المختصة ممكن تتعاقد مع شركة هندسية كبيرة، وتجيب الشركة ديت. طبعا الشركة بيبقى فيها مهندسين استشاريين، وبيقوم بتشطيب أو ترميم العقار. وبعد ما بيتشطب العقار عن طريق الجهة الإدارية المختصة، بتعمل إن هي بتخصم أو بتعمل زي نظام حجز إداري على العقار لعند ما يتم دفع المبلغ أو القيمة المالية من صاحب العقار. طبعا هو ده الموضوع اللي كنت بتكلم فيه النهارده، اللي هو قرار إزالة. قرار الإزالة ده عرض على مكتبنا، وكانت قضية قضية كبيرة جدا، وكان الموكل بتاعها يعني 90% بيقول إن هي قضية يعني خسرانة، إلا إن ربنا وفقنا وكسبنا القضية ديت، وتم إلغاء قرار الإزالة. فكل حاجة بيبقى عن طريق السعي، وإنك تكون حضرتك فاهم للقانون. مش كل واحد بتلجأ إليه، لا، لازم اللي انت حضرتك تلجأ إليه يكون فاهم قانون كويس جدا. الفهم للقانون حاجة طبعا بتأديك إلى الصح،